جربت طرق كتير للآيس كريم ومفيش ولا طريقة كانت بترضيني لحد ما وصلت للطريقة دي. بالنسبة للفاكهة اللي بستخدمها بضربها في الخلاط أو بالهاند بلندر من غير ولا نقطة مية، بحط عليها السكر وبس. وأنا هنا استخدمت فراولة ومانجا كانوا مجمدين في الفريزر، وطلعتهم يدوب يفكوا وضربتهم في الخلاط. في بولة كبيرة حطيت 4 معالق كبار من الكريم شانتيه الخام، وده متوفر عند أي عطار. وتقريبا الكمية دي أخدت معايا نص كوباية لبن ساقع، وبكون محلية اللبن. هنزل عليهم بمعلقتين من الباستري كريم، وبرضو دي متوفرة عند أي عطار، ودي بقى اللي بتدي طعم مميز قوي بالذات لو هتعملي آيس كريم فانيليا. وبعدها بنزل بمعلقتين كبار لبن باودر، ودي اختياري. هبدأ أضربهم بالمضرب الكهرباء، تقريبا أخدوا معايا 5 دقايق ضرب لحد ما وصلوا للقوام المطلوب. الكمية دي عملت معايا نوعين من الآيس كريم. وفي علب الحفظ البلاستيك بحط نص الكمية، وده هيبقى أحلى آيس كريم فانيليا. نص الكمية الباقي بحط عليه المانجا المعصورة واضربهم شوية. وطبعا بزود المانجا حبة حبة لحد ما اللون والطعم يظبطوا معايا. هحطهم في علبة تانية وعلى الفريزر. عشان هعمل 4 أنواع آيس كريم عملت كمية تانية من الكريم شانتيه وقسمتها على 2. الجزء الأول حطيت عليه معلقة كبيرة كاكاو خام، وده عشان الآيس كريم بالشوكولاتة. حطيت عليه شوية من الشوكولاتة المبشورة وقلبتهم، وهحطه في علبة وازين بباقي الشوكولاتة المبشورة على الوش وعلى الفريزر على طول. الجزء التاني من الكريم شانتيه حطيت عليه الفراولة وضربتهم. وطبعا بزود حبة حبة لحد ما الطعم واللون يظبطوا معايا. وبرضه هحطه في علبة وعلى الفريزر. شايفين بقى كده القوام قد ايه كريمي وتحفة؟ بجد رهيب. ولادي بيخلصوه في يومين. يلا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. حطوا بقى صوص شوكولاتة كده واستمتعوا بالايس كريم.